بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم في حلقة جديدة من كورس ال OpenShift Administration، ولسه مكملين مع بعض إزاي نكريت Reliable Application. وهنتكلم النهاردة مع بعض عن حاجة مهمة وهي ال Application Scaling، إزاي نقدر نعمل Scale للأبليكيشن بتاعنا، لأن أحيانا بيكون عندنا demand إن إحنا نزود البودز أو نزود الريسورسز بتاعت الأبليكيشن بتاعنا بناء على الترافيك أو على اللود اللي موجود على الأبليكيشن. فإحنا عندنا طريقتين نقدر نعمل بيهم سكيلينج للأبليكيشن بتاعنا. أول طريقة وهي المانيوال سكيلينج. طيب المانيوال سكيلينج بيحتاج مننا أول حاجة تدخل بشري، إن إحنا نروح نأدجست عدد الريبليكاز اللي موجودة في الديبلويمنت بتاعتنا بتاعت الأبليكيشن بتاعنا، وده بيكون عن طريق إن إحنا بنستخدم ال OC scale command. زي ما كنا بنشوف في أمثلة كتير، كنا بنروح نقول له OC scale ونقول له اسم الديبلويمنت بتاعتنا ونحدد عدد الريبليكاز بتاعة الديبلويمنت، سواء بقى احنا بنزود عدد الريبليكاز أو بنقلل عدد الريبليكاز. طيب الحاجة التانية وهي الأوتو سكيلينج. الأوتو سكيلينج عبارة عن إن الأوبن شيفت بيكون عنده كنترولر بيتحكم في الأبليكيشن وبيخلي الأبليكيشن قادر إن هو يعمل أوتو سكيل بناء على predefined rules إحنا بنحطها له. لما بيلاقي اللود زاد على الابليكيشن بتاعنا فبيبتدي يعمل له سكيل ويزود عدد البودز بتاعت الابليكيشن، ولما بيلاقي اللود قل تاني بيرجع يشيل البودز دي ويقلل عدد الريبليكاز اللي موجودة في الابليكيشن اوتوماتيك. طيب وده بيتم عن طريق ايه؟ بيتم ان احنا عندنا الكوبرنيتس انجن او الاوبن شيفت عموما بيقدم لنا ريسورس اسمه الهوريزونتال بود اوتو سكيلر او ال HPA. الريسورس ده مهمته ان هو يعمل اوتو سكيل زي ما قلنا بيزد على اللود اللي موجود على الابلكيشن بتاعنا. طيب الاوتو سكيلينج عشان يكون شغال والهوريزونتال بود اوتو سكيلر عشان يكون شغال بيحتاج شوية components تكون مساعدة ليه وشغالة معاه. أول component بتكون مساعدة ليه وهي الريسورس ماتريكس. لازم نكون عاملين enable للريسورس ماتريكس على الاوبن شيفت كلاستر بتاعنا، واكيد مفيش برودكشن اوبن شيفت كلاستر هيكون مش معمول للريسورس ماتريكس انيبل فيه. طيب الريسورس ماتريكس مهمتها ان هي بتروح تشوف الاكتوال يوسج بتاع السي بي يو والميموري والاكتوال كونسومشن لكل بود من البودز بتاعت الابلكيشن بتاعنا. وتاني حاجة لازم نكون عاملين حسابنا فيها إن إحنا نكون عاملين set للريسورس requests، عشان الهوريزونتال بود اوتو سكيلر بيروح يكالكوليت البرسنتج بتاعت اليوسج بتاعت الاكتوال يوسج بالنسبة للريكوستس، عشان يعرف هل أنا وصلت للثريشولد برسنتج محتاج إن أنا أعمل فيها سكيل للأبليكيشن بتاعي ولا لأ. الأوتو سكيلر هو عبارة عن كنترولر موجود على الماسترز بتوعنا وبيرن كل 15 ثانية عشان يبتدي يحسب اليوسج برسنتج بتاعة الابليكيشن بتاعنا ويشوف هل هو وصل للثريشولد ولا لا. طيب تعالى كده نشوف البروسيس بتتم ازاي. اولا المتريك سيرفر بيبتدي يكولكت الداتا بتاعة الاكتوال يوسج بتاعة كل بود من البودز اللي موجود عندنا في الابليكيشن بتاعنا، وبعدين بيروح يديها لل HPA controller أو ال Horizontal Pod Autoscaler controller، وبعدين ال Horizontal Pod Autoscaler بيبتدي يحسب البرسنتج بتاعة اليوسج عن طريق إن هو بيقسم ال Actual CPU usage على ال CPU requests مثلا، أو لو في memory فبيبتدي يقسم الميموري usage على الميموري requests ويضربهم في 100 عشان يحسب البرسنتج، والرقم ده لو وصل للبرسنتج اللي هي بتاعة الثريشولد اللي احنا حاطينه فبيروح ياخد السكيلينج ديسيشن ان هو يغير في الكاونت بتاع الريبليكس. وازاي بنعمل كونفيجر للهوريزونتال بود اوتو سكيلر؟ فبنروح نقول له او سي اوتو سكيل ونحدد الديبلويمنت بتاعت الابلكيشن بتاعنا ونقول له المينيمم ريبليكاز اللي احنا محتاجينها والماكسيمم ريبليكاز اللي ممكن الابلكيشن بتاعنا يقدر يوصل لها،
وبعدين مثلا لو احنا بنبص على السي بي يو يوسج وهنعمل سكيل بيزد على السي بي يو يوسج، فنقول له السي بي يو بيرسنت ونحدد له البرسنتج اللي هي الثريشولد اللي اول ما يوصل لها يبتدي يعمل سكيل. وده طبعا كان بالimperative way، ولو عايزين نكتبه as a definition file فدي declarative way بتاعته. هنكتب definition file زي اللي موجود قدامنا ده، وطبعا هنقدر نقول له OC get HPA عشان نشوف الconfigure horizontal pod autoscaler اللي عندنا. طيب خلينا ناخد مع بعض ديمو سريع، نعمل لك deployment سريعة للإنجينكس نقدر نجرب عليها ال HPA. فتعالى كده HPA test. طيب أهم حاجة هنبص عليها في الديبلويمنت عندنا إن إحنا عندنا default replicas إن هي 1، والبورتس دي اللي إحنا هنستخدمها عشان نكونكت على الديبلويمنت بتاعتنا. ولازم زي ما قلنا إن إحنا نكون محددين الريسورس requests اللي نقدر نستخدمها. وحاجة ليك ان انت دايما تكون عامل حسابك ان انت الريكوستس هي دي اللي تكون عامل حسابها ان تكون الاكتوال يوسج بتاع الابلكيشن بتاعك، وتعمل حساباتك على الريسورسز. لكن الليميتس فايدتها ان هي بتحمي الاوبن شيفت كلاستر بتاعك ان لما يحصل سبايك في الترافيك ولا يحصل ترافيك زيادة ان الابلكيشن يروح يسحب ريسورسز زيادة عن الريسورسز اللي هو محتاجها في وقت السبايكس. طيب تعالى كده نقول له OC apply للديبلويمنت اللي هي ال HPA. تعالى كده نقول له OC get pods. تمام، البود running وقايم تمام. طيب تعالى نكسبوز الديبلويمنت بتاعتنا ونكريت سيرفيس عشان نقدر نكونكت على الديبلويمنت بتاعتنا ونحط عليها لود. بعدين تعالى دلوقتي نكريت ال HPA أو ال Horizontal Pod Autoscaler. فهنقول له OC Autoscale للديبلويمنت بتاعتنا، وهنحدد له البرسنتج اللي احنا عايزينها وليكن 50%، ونقول له المينيمم replicas 1 والماكسيمم يكونوا 10. وكده ال Horizontal Pod Autoscaler اتعمل له configure. تعالى نقول له OC get HPA. فكده معمول له configuration. تمام، كده هو قادر يقرا الابلكيشن بتاعنا وشايف اليوسج بتاعه. طيب التارجتس هنا ده بيكون ال current usage، وده البرسنتج او الثريشولد اللي هيرن عنده ان هو يبتدي ياخد الديسيشن بتاع السكيلينج. طيب تعالى نروح نحط لود على الابلكيشن بتاعنا. هنروح نرن بود، وان البود ده هنبتدي نستخدمه ان احنا ناكسس الابلكيشن بتاعنا ونبتدي نعمل عليه كيرل عشان نزود اللود على الابلكيشن بتاعنا ونشوف ال HPA هيتصرف ازاي. تمام، احنا كده عملنا كرييت للابلكيشن. تعالى في تاب تانية نرن كوماندز جوه البود او اللودر بود ده عشان يبتدي يزود اللود على الابلكيشن بتاعنا. هناخد اولا الاي بي بتاع السيرفيس اللي احنا هنستخدمها عشان نكونكت على الابلكيشن. بعدين هنرن الكوماند ده جوه اللودر بود بتاعنا عشان يزود اللود على الابلكيشن بتاعنا. بس اولا تعالى نوتش ونشوف ال HPA حالته عاملة ازاي. تمام، هو لسه مش شايف اي لود على الابليكيشن. تعالى كده نقول له واتش، نبتدي نشوف لما هنزود اللود على الابليكيشن ايه اللي هيحصل. هنا في لوب شغالة عمالة تروح تعمل كيرل على الابليكيشن بتاعنا، ففي ترافيك على الابليكيشن. تعالى نشوف اللي هيحصل ايه. طيب زي ما احنا شايفين هنا بدأ هنا الاكتوال يوزج يزيد عن الثريشولد، فبدأت الريبليكاز يبتدي يزيد عددها ويبتدي ال HPA يشتغل ويعمل سكيل للابلكيشن بتاعنا ويزود عدد البودز اللي احنا مستخدمينها للابلكيشن. لو احنا واخدين بالنا دلوقتي بما ان العدد الريبليكاز زاد فاللود
هيبتدي الاكتوال يوسج بتاع اللود هيقل شوية، ولما هيرجع تاني اللود يزيد هنلاقي عدد الريبليكاز هنا المفروض يزيد، لأن بس لازم يستنى 15 ثانية زي ما احنا قلنا ال HPA بيشتغل كل 15 ثانية، فاحنا هنلاقي كل 15 ثانية بيحصل تغيرات طول ما في لود بيزيد على الابليكيشن. هنا عدد الريبليكاز عمال يزيد لغاية ما هيخلي الدنيا ستيبل او يخلي اللود اقل من الثريشولد. طيب تعالى نروح نوقف خالص اللود اللي حاصل على الابلكيشن بتاعنا، وتعالى نشوف ال HPA هيعمل ايه. فهنا هنوقف ال running process اللي بتروح تعمل wget، وتعالى نراقب ال HPA. هنا هو كان واصل ل 9 replicas. تعالى نشوف بقى بعد ما وقفنا اللود اللي كان حاصل عليه ممكن ايه اللي يحصل. طيب هنا بعد ما وقفنا اللود اللي كان على الابليكيشن بتاعنا واللود خلاص، والابليكيشن خلاص ما بقاش محتاج عدد الريبليكاز الزيادة، فبدأ الاوبن شيفت او ال HPA بقى اوتوماتيكلي ان هو يقلل عدد الريبليكاز اللي هو محتاجها. بعد ما كنا وصلنا تقريبا لتسعة أو 10 ريبليكاز، احنا دلوقتي في 2 ريبليكاز، ولو فضل اللود يقل هيوصل لوان ريبليكا تاني. يبقى بكده عرفنا ايه هي أهمية الريسورس ريكويست والريسورس ليميتس زي ما خدناها في المرة اللي فاتت، وكمان عرفنا ازاي نستخدم الاوتو سكيلينج وأهمية الاوتو سكيلينج لو احنا عندنا ابلكيشن بيكون عليه لود، فنقدر نسكيل على حسب ما احنا محتاجين، او على حسب ما الابلكيشن بتاعنا بيكون محتاج ريسورسز. نقدر سواء بقى ان احنا نزود الريبليكاز او الريبليكاز تقل تاني لما اللود اللي على الابلكيشن بتاعنا يروح. أتمنى الفيديو يكون فاتكم، وإن شاء الله نتقابل في حلقة جديدة من كورس الأوبن شيفت أدمنستريشن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.